السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير على الجميع. طبعا في كلام كتير بخصوص موضوع الثانوية العامة والقرارات اللي اتخذها معالي الوزير، القرارات الجديدة في تخفيف المواد على الطالب اللي في الثانوية العامة. ودي خطوة ممتازة وما حدش يزعل منها، بالعكس دي خطوة فوق الممتازة. أولا خففت على الطالب اللي في الثانوية العامة، ثانيا خففت على أسرة الطالب. ليه؟ لأن كلنا عارفين وأغلبنا كنا طلبة وكنا في المدارس وعارفين إن الطالب لازم ياخد درس خصوصي عند المدرس اللي هو بيدرس له المادة، إجباري عليه، غصب لازم ياخد درس. فطبعا أنا لما أكون رب أسرة وعندي ولدين، يعني عندي في كل مرحلة عندي 10 مواد. الطالب عن ابني مثلا لازم ياخد درس خصوصي في ال10 مواد عند المدرسين اللي هم بيدرسوا له المواد دي. لما يكون عندي ولدين او بنتين، يعني بدفع 20 درس خصوصي بدفعهم، وغصب عن ابني كطالب، غصب عن الطالب نفسه وغصب عني. هعمل ايه؟ اولا المدرس ما بيشرحش في الفصل كويس، دي واحد. الحاجة التانية الاضطهاد بتاع المدرس، انا ما باخدش درس عنده، فطبعا المدرس بيتضايق. ما هو المدرس برضه عاوز يعيش، عاوز رخر يمنجه نفسه، عاوز برضه يبني بيت، وعاوز يعني زي ما بيقولوا يعني يكون نفسه. فطبعا هيكون نفسه منين الا من ظهر الطالب؟ فبيبقى اجباري عليه، اجباري ان هو استغفر الله العظيم، فهو بيجبر الطالب على انه لازم ياخد درس خصوصي عنده، لازم. اجل السناتر ديت اللي بتتعمل ديت بتتاجر بمئات الالوف. على ده على اساس ايش؟ على اساس ان الطالب هيروح براحته؟ لا يا حبيبي، ده انت لو ما جيتش مش هتنجح. لو ما جيتش مفيش درجات هتاخدها بالنسبه لاعمال السنه او بالنسبه في الامتحان. يعني المهم بمعنى صح، جميع ممارسات الضغط على الطالب انه ياخد درس خصوصي بتبقى تحت يد المدرس، ومعاه يعني كل حاجه تحت ايده. هو اللي هينجحني وهو اللي سقطني، فانا اجباري ان انا اخد درس عنده. فبالعكس لما تبقى المواد دي بدل ما هي 10 تبقى 5 مواد، على الاقل خففنا شويه على رب الاسره. على الاقل يعني رب الاسره هيعمل ايه؟ رب الاسره يعني هياكل ابنه ولا يلبسه ولا يديله دروس خصوصيه ولا يعالجه اذا تعب. فبصراحه القرارات الممتازه اللي بتبقى في صالح المواطن كلنا بنأيدها. وبصراحه معالي الوزير يعني لا، عايزين برضو، محتاجين منك الزياده، محتاجين منك المزيد، محتاجين منك التطوير. احنا برضو عايزين منك الاحسن. ولكن بدايتك دي بدايه ممتازه، بدايه ممتازه، الله ينور عليك، واحنا كلنا بنأيدك فيها. ويكفي بس ان دعاء اهل الطلبه لك ده يكفيك. وبصراحه تحياتي لك يا معالي الوزير، معالي وزير التربيه والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، الله يعطيك الف عافيه وتسلم. وما عليك من احد، سر للامام وكلنا في خلفك وفي ظهرك وبنأيدك. ما بما انك بتفكر في صالح الطالب وفي صالح اهالي الطلاب، فاحنا معاك وبنأيدك ونقول لك تعظيم سلام لك. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.